من الشعر لحكمة. لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. الحياء خلق عظيم. كم من الناس اليوم ما يستحي، كم من النساء اليوم لا تستحي، لا بحديثها ولا بلباسها ولا بحركاتها ولا بمشيتها. كم من الرجال اليوم من يخاطب النساء ويعاكسهن ويتابعهن. لا حياء، ليس فقط من البشر بل حتى ولا من رب البشر جل وعلا. الحياء نعمة. عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيتها في غرفتها، ولما دفن أبوها أبو بكر دفن في غرفتها، فلما دفن توفي عمر رضي الله عنه ودفن في غرفتها وهو ميت. عمر الآن في قبره ميت رضي الله عنه. كانت رضي الله عنها لا تنزع حجابها، يعني هذا رجل ميت. تقول لما دفن النبي كنت أنزع الحجاب. زوجها لما دفن أبو بكر تنزع الحجاب في بيتها لأنه أبوها. تقول لما دفن عمر قالت ما نزعت حجابي استحياء من عمر. الله أكبر، مع أنه رجل ميت، لكنه الحياء. وما أدراك ما الحياء؟ الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من الإيمان. قال أحدهم إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ابن عمر رضي الله عنهما الحياء والإيمان مقرونان جميعا، إذا رفع أحدهما ارتفع الآخر معه، ارتفع الآخر معه.